في حاجة غريبة بتحصل يا جماعة. بعد ما ظهرت واحدة اسمها مروة بتدعي انها بنت الراحل حسني مبارك، وبعد ما رمت تهم على معظم المشاهير الموجودين على التيك توك من تجارة الأعضاء وغسيل الأموال ومصايب تانية كتير، هوب نلاقي حملة كبيرة من الداخلية بتلم كل اللي جه اسمه أو ما جاش في لايفات مروة، من أم مكة لأم ساجدة لشاكر ومدير أعماله لمداهم لسوزي الأردنية وغيرهم، ناس تانية كتير، وناس تانية ما جاتش سيرتهم أصلا زي محمد عبد العاطي وعلياء قمر وقمر الوكالة وناس ملهاش في أي حاجة. وبعد ما بدأنا نسمع الأخبار إنه تم القبض على معظم صناع المحتوى دول، هنا كل الأنظار اتجهت لنفس السؤال: هل الأمن اتحرك بعد كلام مروة؟ وهل فعلا بيتم التحقيق معاهم في قضية تجارة الأعضاء؟ بس الصدمة إن ولا كلمة عن تجارة الأعضاء تم ذكرها في القضية، ولا حتى تلميح من بعيد. النيابة وجهت لهم تهم تانية خالص: إفساد الذوق العام ومخالفة قيم الأسرة المصرية، وناس تانية تعاطي مخدرات وحيازة سلاح. فإيه اللي حصل؟ هل فعلا الدولة بترد على إشاعة مروة، ولا في مسرحية تانية أكبر بتتلعب وإحنا الجمهور؟ في الحلقة دي هنمسك أول الخيط من أول إشاعة مروة لحد آخر بيان رسمي صدر ضدهم، وهنحاول نجاوب على السؤال اللي محير كل الناس اللي متابعة القضية: ليه تم القبض عليهم دلوقتي؟ وليه التهم مش هي اللي الناس كانت مستنياها؟ استعدوا لأن اللي جاي محتاج تركيز. من كام اسبوع بس التيك توك كان زحمة فيديوهات وترندات ولايفات تافهة ملهاش لازمة، محدش كان واخد صناع المحتوى دول على محمل الجد. ناس بترقص وناس بتشحت وناس بتشتم، وبنقول عليهم مجرد ناس فاضية بتدور على لايكات. لكن في لحظة كل ده اتقلب. التيك توكرز بقى ليهم ملفات في النيابة، وصورهم اتعلقت في محاضر رسمية، وسيرتهم بقت على كل لسان. اللي كنا بنشوفهم كل يوم بيعملوا تحدي جديد أو لايف عبيط فجأة بقوا متهمين واحدة واحدة، والأخبار بدأت تطلع. تم القبض على أم مكة بعد ما اعتدت على مذيعة أثناء تصوير حلقة تلفزيونية، أم ساجدة بتهمة إفساد الذوق العام، مداهم متلبس بحيازة مواد مخدرة، شاكر اللي طلع يستغل إشاعة إنه ظابط عشان يعمل شو واتقبض عليه بحيازة سلاح ومواد مخدرة، سوزي الأردنية في فيديو فيه إساءة دينية صريحة، وناس تانية ملهاش أي علاقة بأي ترندات. ناس فجأة لقينا صورهم على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية من غير ولا كلمة. يعني مش مجرد حملة اعتقالات عشوائية، دي حاجة أكبر ممنهجة في التوقيت ده. الغريب بقى ان كل ده حصل بعد ما انتشرت الاشاعات اللي قالت عليها مروة، اللي بتدعي انها بنت الرئيس الراحل حسني مبارك، واللي كانت بتقول ان الناس دول جزء من شبكة لتجارة الاعضاء. لكن التهم الرسمية ملهاش علاقة خالص بالاشاعات دي. النيابة ما جابتش سيرة لتجارة الاعضاء ولا حتى لمحت عن وجود شبكة. اللي اتقال رسميا مصطلحات فضفاضة جدا: نشر محتوى غير لائق وإفساد قيم الأسرة المصرية. وده بيطرح سؤال خطير: هل دي مرحلة جديدة من الرقابة على السوشيال ميديا، ولا عشان يهدوا الرأي العام بعد قصة مروة، ولا مجرد صدفة إن كل دول اتقبض عليهم في نفس الوقت؟ الناس بقت تايهة، وبقى في إحساس عام إن اللي بيحصل أكبر من اللي احنا شايفينه. والحلقة دي هدفها الأساسي نرجع الصورة لورا شوية ونعمل زوم عشان نعرف القصة ورا كل اسم من دول، ونقارن ما بين اللي كانوا بيقولوه والتهم اللي اتوجهت ليهم، ونشوف هل في نمط بيتكرر ولا كل حالة منفصلة. أم مكة اللي ظهرت كست غلبانة عاملة مشروع من بيتها بتخلي الفسيخ وبتبيعه، فجأة بعد سنتين بالكتير ظهرت عليها النعمة وبقت من علية القوم، وبقت قاعدة في شقة 600 متر وبيجيلها هدايا عربيات زيرو ولقاءات صحفية هنا وهناك وذهب وفلوس وسفر. محل الفسيخ الصغير بقى سلسلة محلات، والمحتوى بتاعها كان غريب زي معظم المحتويات اللي موجودة على التيك توك، ما بين أكل بطريقة مقززة للفسيخ وتعليقات وأسلوب غريب وحاجات كتير خلت الناس تتابعها، مش حبا فيها يعني، لكن فضول زي كل الناس اللي بتعمل المحتوى اللي شبه ده. المفاجأة بقى لما بدأت تتكلم عن المكاسب، قالت في لقاء صحفي إنها بتكسب 120,000 جنيه في اليوم الواحد، في اليوم الواحد من محل فسيخ واحد بس. كان بيبقى عندي مبيعات ب 120,000 في اليوم في محل واحد. ده مش بس خلى الناس تستغرب، ده خلاها تتحول لظاهرة، وبدأت بقى تتقرب من مشاهير السوشيال ميديا. وفجأة لقيناها في بيوت فنانين معروفين زي وفاء عامر، بتوصل لهم بنفسها وبتعمل لهم الفسيخ بإيديها. التحول السريع ده من بياعة فسيخ على لايف لشخصية VIP وسط نجوم المجتمع خلى كتير من الناس يسألوا هي جابت كل الفلوس دي منين، وليه الناس المعروفة بدأت ترحب بيها بالشكل ده. وهنا دخل اسم أم مكة في لايفات مروة، وقالت بالنص إن أم مكة دي مجرد واجهة
بشبكة غسيل أموال وتجارة أعضاء بشرية. الناس كلها استنت رد فعل طبيعي، لكن أم مكة ما خدتش الكلام بجد، طلعت في لايفات بتضحك وتسخر وتقول أنا بيعت فسيخ يا جماعة مش بيعت أعضاء. الطريقة اللي ردت بيها زودت الشك، وكانت بتحاول تحسس الناس إنها مش خايفة، وده لوحده كان ملفت للنظر. وفي عز ما الدنيا كانت مولعة حواليها وافقت تظهر في برنامج على قناة الشمس مع المذيعة علا شوشة. الناس كلها كانت مستنية الحلقة عشان تسمع رد منطقي أو اعتراف أو توضيح حتى، بس اللي حصل كان صدمة. أم مكة اعتدت على المذيعة أثناء التصوير وقامت ضربتها وسابت الحلقة ومشي، وبعدها اتعمل ضدها محضر رسمي واتقبض عليها بتهمة نشر محتوى غير لائق يضر بقيم الأسرة المصرية. بس كان في حاجة غريبة ظهرت بعد كده. ظهر فيديو باين فيه أم مكة بتكلم وفاء عامر في التليفون، ووفاء عامر بتقول لها قومي امشي حالا، وأم مكة كانت بتقول لحد من فريق الإعداد اللي هتقول وفاء عامر هو اللي هيمشي. بص انا همشي عشان وفاء عامر قالت لي امشي، يعني انا همشي من هنا عشان وفاء عامر قالت لي، وانا ولا وفاء عامر قالت لي حاجه اسمع. بس برضو ولا كلمة عن تجارة الأعضاء ولا حتى تحقيق في مصدر الفلوس، وده اللي فتح السؤال الكبير في الحلقة دي. هو ليه التهمة اللي الناس مستنية إجابة عنها محدش بيجيب سيرتها؟ وبعدها بساعات عرفنا إنه اتقبض على مساجدة هي كمان، والناس قالت لك بس دي أم مكة اعترفت على صاحبتها وشركتها مساجدة، ما هي مش هتشيل الليلة لوحدها. والناس اتبسطت وفرحت وقال لك الدور على وفاء عامر، وشكل الموضوع دخل في الجد. لكن المفاجأة إن الداخلية أعلنت القبض عليها بسبب تهمة واحدة بس، إفساد الذوق العام، ومفيش إشارة لأي تهم أكبر ولا حتى تعليق رسمي عن كل الكلام اللي الناس كانت بتقوله عن علاقتها بشبكة تجارة أعضاء أو مجموعة مشبوهة. ركزوا في اللي جاي لأن اسم أم مكة ما كانش الوحيد اللي اتقال. ونبدأ بمداهم، شاب طالع من وسط التيك توك، أسلوبه فيه استظراف زايد شوية، بيحب يتريق على الناس اللي بتطلع معاه برخامة، يعني من الآخر مستفز لناس كتير. لكن رغم كل ده كان دايما بيطلع ترند، لكن فجأة اتقلبت الكفة وتم القبض على مداهم رسميا، وتم توجيه تهم ليه واضحة جدا: نشر محتوى غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإفساد الذوق العام وقيم الأسرة المصرية. الناس في البداية قالت طب يمكن التهم دي كعادة أي انفلونسر بيتجاوز شوية، لكن الصدمة الحقيقية كانت بعد تفتيشه. اتضح إن معاه كميات من المواد المخدرة، كمان كان معاه ذهب ومبلغ كبير من الفلوس من عملة محلية وأجنبية، دولارات يعني. وده خلى الشكوك تزيد، لأن الحكاية ما بقتش بس محتوى سيء، لكن كمان في شبهات مالية ومصدر دخل مش واضح. هل الفلوس دي من التيك توك ولا من حاجات تانية؟ وفي وسط ما الناس كانت بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل، طلع واحد تاني كان دايما ترند بس بطريقة مختلفة: شاكر، واللي كان مسمي نفسه شاكر محظور دلوقتي. الشاب اللي ظهر والناس كانت بتحبه عشان شكله يوحي انه محترم، وبعدها اتقال انه ضابط مفصول من الداخلية، اللي يقولك تهم تخص المخدرات واللي يقول آثار، وكل اللي كان نفسه في تهمة كان بيلبسها له، وهو عمره ما اتكلم في الموضوع ولا نفى ولا أكد. وبيطلع كل يوم لايف وبيجيله دعم بالآلاف وهي ماشية وبترزق. لكن في وقت اللبش اللي حاصل اليومين دول بقى اسمه دايما في كل ترند، وفجأة قرر يضرب أقوى ضربة ممكنة. ظهر في لايف على أنغام فيلم الباشا تلميذ وهو بيهزر عشان يثبت الإشاعات اللي كانت بتقول إنه ضابط في مهمة رسمية وإنه مزروع وسط التيك توكرز دول عشان يسلمهم. وعاش الدور قوي بقى، والناس هزارت وشيرت وضحكت، وهوب بعدها بكام ساعة اتقبض عليه هو كمان. طب خلي حسن حسني يطلعك بقى. النيابة وجهت له التهم المعروفة: نشر محتوى غير لائق بغرض التربح ومحتوى مسيء للقيم العامة، وبعدها لقوا معاه طبنجة ومخدرات غير الفلوس طبعا. قام لبس في تهمتين تانيين: حيازة سلاح غير مرخص وتعاطي مواد مخدرة. والنيابة ما بتهزرش، والقضية اتحولت من ضحك وهزار لملفات وتحقيقات ونيابة عامة. وبعدها راحوا شادين سوزي الأردنية اللي يعيني في كل مصيبة ليها فيها أو ملهاش تتاخد لها يومين على الاسم. أنا مالي؟ وأنا طلعت اتكلمت، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. وهنا بقى الناس خلاص ما استغربتش، يعني حرفيا سوزي خلاص بقى معاها كارت اشتراك شهري مع النيابه زي كارت اشتراك الجيم كده، لدرجه انها المره دي راح تتصور وهي مبتسمه، يعني شكلها هناك بقى مألوف للموظفين، ممكن تقابلهم وتقول لهم ها وحشتكوا صح. لكن المره دي الموضوع خد شكل تاني تماما. سوزي اتقبض عليها مش بس عشان المحتوى، لكن كمان عشان فيديو اتكلمت فيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام بطريقه فيها تجاوز واضح، وده خلى التهمه الموجهه ليها مش بس افساد للذوق العام، لكن كمان
وكمان الاساءة للدين الاسلامي، واللي تعتبر من التهم اللي الدولة بتاخدها بجدية. انتي ناقصة يا سوزي. بس في المقابل سوزي كانت في اللايفات التانية قبل ما يتقبض عليها بتبرر وتضحك واخدة الموضوع فاني، يعني ولا كأن في حاجة حصل. الطريف انها بتقول انها مش فاهمة الناس زعلانة ليه وانها مش قصدها حاجة، وانا مصدقاها الحقيقة لانها فعلا دماغها على قدها شوية. وفي الوقت ده الجمهور كان واقف يسأل ومستغرب هو ايه اللي بيحصل يا اخوانا. وهوب نلاقي علياء قمر طالعة في خبر هي كمان للداخلية انها من وسط الناس اللي اتقبض عليهم في الحملة دي. الضابط قال لي ان انت مالكيش في اي حاجه، والمحامي بس انا كده فهمت. ايه علياء؟ في ايه يا علياء؟ ما الناس كانت في التيك توك سنين ما حدش سمع عنهم حاجه، واكلين شاربين واخدين ملايين وساكتين والجمهور مبسوط. انا عينيا مش وحشه على فكره، انا بس بغير من اللي احسن مني بس. جيت انتي في شهر طربقتيها على دماغهم كلهم يا شيخه، ده انتي نفسك ما سلمتيش من نفسك. والسلسله اللي انتي لابساها دي عشان يعني العين ما تجيش فيكي، حاجه مضاده. تعالى افهمك. الناس يا سيدي بتقول ان علياء دي عينها تقيله حبتين. ايوه والله بجد مش هزار. في نظريه كده انتشرت ان علياء قمر من ساعه ما بقت تظهر على التيك توك وكل اللي عينيها بتقع عليهم بيتقلب حالهم، ودينا شايفين النتيجه. انا فاهمه انا بعمل ايه كويس، مش ده حتى ناس ملهاش في اي حاجه واتقبض عليهم زي محمد عبد العاطي وقمر الوكاله، وبرضه بنفس التهم افساد الذوق العام وقيم الاسره المصريه. بس خلينا نقول ان محمد عبد العاطي اكتر واحد فيهم فاهم محتوى صح بغض النظر عن محتواه، بس هو الوحيد اللي بيكتم اصوات الشتايم بالمونتاج، وهو الوحيد برضه اللي بيكتب على حلقاته انها بلس 18. وفي الاول وفي الاخر هو صانع محتوى او شغال في صناعه الترفيه، والنوع ده من المحتوى موجود في كل حته في العالم، وده اللي خلى الناس تستغرب. يعني الراجل ده كان بيلعب في منطقة مختلفة خالص، مش ترند ولا داخل خناقة، لكن اتقبض عليه فجأة وبشكل رسمي، وده فتح باب جديد. هل في قائمة جاهزة بتتصيد نوع معين من المحتوى، ولا الدولة قررت انها تقف لمهزلة المحتوى المخل على السوشيال ميديا؟ في الحالتين القبض على ناس ما كانش ليهم علاقة مباشرة بلايفات مروة بيفتح باب الأسئلة أكتر ما بيقفلها. وبكده احنا مش بنتكلم عن تحرك ضد تهم مذكورة حرفيا، احنا هنا بنتكلم عن تحرك ضد ظاهرة، ضد موجة، ضد محتوى كان بيسيطر على الشاشة لدرجة تخلي الحكومة تقول كفاية. ليه دلوقتي؟ يعني ليه الكل اتقبض عليه فجأة كده مرة واحدة؟ في الآخر اللي حصل مش مجرد تحرك أمني عادي، احنا بنتكلم عن أكتر من 10 تيك توكرز مشهورين اتقبض عليهم في أقل من أسبوع، وفي نفس الوقت بقى في برامج على الشاشات بتتكلم عن خطورة التيك توك وإنه بقى مصدر فساد للقيم، وناس بتطالب بقفله خالص. فممكن نفهم من ده إن الدولة بتحاول تعمل ريست للمشهد وتقول مش أي حد يعمل لايف ويبقى نجم، ومش أي محتوى يطلع للترند، وممكن يكون في تخطيط لحاجة أكبر. قانون جديد مثلا لتنظيم المحتوى، تشديد على الشركات اللي بتدي هدايا في التيك توك، رقابة أكبر على الفلوس اللي داخلة وخارجة من البث المباشر. هل في رسالة مباشرة بتتبعت لكل صناع المحتوى في مصر إنهم يفكروا كويس قبل ما يقرروا يعملوا محتوى فاضح أو مثير؟ كل دي احتمالات بقت مطروحة بعد اللي حصل، بس اللي أقدر أقوله وأنا متأكدة منه إن دي مش نهاية ترند، دي بداية مرحلة جديدة. يمكن السوشيال ميديا في مصر والعالم العربي داخلة على مرحلة جديدة فيها رقابة أعلى وفيها تصفية للمحتوى الغير لائق، ويمكن كمان يكون في قوانين جديدة. بس الأكيد إن بعد اللي حصل ده ولا تيك توكر هيجرؤ إنه يحط التليفون قدامه ويبدأ لايف من غير ما يفكر كويس قوي هيقول إيه وينقي ألفاظه والمواضيع اللي هيتكلم فيها. يمكن إحنا في مصر وفي الوطن العربي لسه مش مؤهلين إن إحنا يكون عندنا حرية كاملة في المحتوى، لأن عندنا عادات وتقاليد مختلفة عن الغرب، وأدينا شايفين النتيجة. ويمكن يكون ده بداية لتقنين المحتوى ده، والناس تبدأ تركز إنها تنتج وتتفرج على محتوى مفيد ونضيف ويوعيهم ويعلي ثقافتهم. لو عايز انت كمان تشوف محتوى يفيدك ويوعيك فانت لازم تشترك في القناة دي، وطبعا تعمل لايك للحلقة وتتابع كل جديد، لأن اللي جاي خطير. أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.